والآن كلمة ممثل جيل الرواد الأستاذ الدكتور عبد الخالق رضوان، الأستاذ المتفرغ بقسم التصميم الميكانيكي والإنتاج ومفوض العميد لفرع الشيخ زايد للكلية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، السيد الأستاذ الدكتور شريف مراد عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، السيد الأستاذ الدكتور محمد شاكر المرقبي رئيس جمعية الخريجين ووزير الطاقة والكهرباء، السادة الوزراء والمحافظون وأعضاء هيئة التدريس ورواد المهندسين دفعة 1965 وشباب المهندسين المكرمين من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والسادة الحضور، تحية من القلب للجميع، وأشكر الله سبحانه وتعالى الذي منحني تلك الفرصة لأقف على هذا المنبر الكريم نيابة عن زملائي دفعة 1965 لأقدم الشكر والتقدير لإدارة جامعتنا الموقرة وإدارة كليتنا العريقة على اهتمامهم بتكريمنا هذا اليوم العزيز على نفوسنا، والذي يوافق مرور 50 عاماً على تخرجه. واسمحوا لي في هذا اليوم أن أعود بالذاكرة إلى الوراء 55 عاماً حين التحقنا بهذه الكلية العظيمة في سبتمبر عام 1960، وكان عددنا 850 طالباً كانوا على قمة المتفوقين من الناجحين في الثانوية العامة البالغ عددهم آنذاك حوالي 46 طالباً، 46,000 طالباً، بالمقارنة بدفعة هذا العام والبالغ عددهم 2300 طالب تم اختيارهم أيضاً من المتفوقين الناجحين في الثانوية العامة، وعددهم حوالي 500,000 طالب. اختلفت الأعداد اختلافاً كبيراً، ولكن جمع بينهم التفوق. أمضينا بالكلية 5 سنوات من عام 1960 إلى عام 1965 ننهل خلالهما من العلوم الأساسية والعلوم الهندسية على أيدي علماء عظام من أساتذة الكلية رحمهم الله. وأحب أن أذكر زملائي ببعض منهم عرفاناً بقدرهم وإحياءً لذكراهم. ففي مجال العلوم الأساسية نذكر في الفيزياء الأستاذ الدكتور محمد غريب، الذي كان دائماً يذكرنا في محاضراته بأنه من تلامذة العالم الإنجليزي الشهير جي تومسون، وأذكرها باللفظ. دائماً كان في المحاضرة يقول: يا أولادي أنا تلميذ جي تومسون. وفي الرياضيات الأستاذ الدكتور نجيب غالي بخوم بعلمه الفياض وموهبته التدريسية العالية. وفي مجال علم الميكانيكا الأستاذ الدكتور صلاح الدين خشبة
بسخريته اللطيفة التي تجعل محاضرته شيقة وممتعة. وفي الهندسة الوصفية الأستاذ الدكتور حسن عبد الواحد بعبارته الشهيرة موازي عمود موازي، والتي كان يذكرها دائما في حل تمارين الهندسة الوصفية، حتى كنا نطلق عليه من شقاوتنا الدكتور موازي عمود موازي. وفي علم الكيمياء الأستاذ الدكتور عبد العزيز أمين. وفي مجال العلوم الهندسية نذكر أستاذنا صاحب الفضل الكبير الأستاذ العظيم حسن بيه حسين فهمي. أستاذ هندسة الإنتاج الذي أرسى دعائم الفكر الهندسي والابتكار في أذهان جميع المهندسين ممن تتلمذوا على يديه. وفي هذه المناسبة يسعدنا أن تكون بيننا الآن كريمته الفاضلة الأستاذة الفنانة فريدة فهمي، نشكرها الشكر الجزيل على تشريفها لنا في هذه المناسبة الطيبة. وكذلك نذكر العالم الجليل في هذا اليوم العزيز على نفوسنا، والذي يوافق مرور 50 عاما على تخرجه. واسمحوا لي في هذا اليوم أن أعود بالذاكرة إلى الوراء 55 عاما حين التحقنا بهذه الكلية العظيمة في سبتمبر عام 1960، وكان عددنا 850 طالبا كانوا على قمة المتفوقين من الناجحين في الثانوية العامة، البالغ عددهم آنذاك حوالي 46 طالبا، 46,000 طالبا. بالمقارنة بدفعة هذا العام والبالغ عددهم 2300 طالب، تم اختيارهم أيضا من المتفوقين الناجحين في الثانوية العامة، وعددهم حوالي 500,000 طالب. اختلفت الأعداد اختلافا كبيرا، ولكن جمع بينهم التفوق. أمضينا بالكلية 5 سنوات من عام 1960 إلى عام 1965، ننهل خلالهما من العلوم الأساسية والعلوم الهندسية على أيدي علماء عظام من أساتذة الكلية رحمهم الله. وأحب أن أذكر زملائي ببعض منهم عرفانا بقدرهم وإحياء لذكراهم. ففي مجال العلوم الأساسية نذكر في الفيزياء الأستاذ الدكتور محمد غريب، الذي كان دائما يذكرنا في محاضراته بأنه من تلامذة العالم الإنجليزي الشهير جي تومسون. وأذكرها باللفظ، دائما كان في المحاضرة يقول: يا أولادي أنا تلميذ جي تومسون. وفي الرياضيات الأستاذ الدكتور نجيب غالي بخوم بعلمه الفياض وموهبته التدريسية العالية. وفي مجال علم الميكانيكا
الأستاذ الدكتور صلاح الدين خشبة بسخريته اللطيفة التي تجعل محاضرته شيقة وممتعة. وفي الهندسة الوصفية الأستاذ الدكتور حسن عبد الواحد بعبارته الشهيرة موازي عمود موازي، والتي كان يذكرها دائما في حل تمارين الهندسة الوصفية، حتى كنا نطلق عليه من شقاوتنا الدكتور موازي عمود موازي. وفي علم الكيمياء الأستاذ الدكتور عبد العزيز أمين. وفي مجال العلوم الهندسية نذكر أستاذنا صاحب الفضل الكبير الأستاذ العظيم حسن بيه حسين فهمي. أستاذ هندسة الإنتاج الذي أرسى دعائم الفكر الهندسي والابتكار في أذهان جميع المهندسين ممن تتلمذوا على يديه. وفي هذه المناسبة يسعدنا أن تكون بيننا الآن كريمته الفاضلة الأستاذة الفنانة فريدة فهمي، نشكرها الشكر الجزيل على تشريفها لنا في هذه المناسبة الطيبة. وكذلك نذكر العالم الجليل الأستاذ محمد محمود همام بيه، ولما أذكر بيه هذا كان اللقب الذي ينادون به آنذاك، أستاذ الهندسة الكهربية. والأستاذ الدكتور إبراهيم أدهم الدمرداش أستاذ هندسة الطيران. والأستاذ الدكتور ميشيل باخوم أستاذ الهندسة المدنية. والأستاذ الدكتور شريف نعمان أستاذ الهندسة المعمارية. وفي مجال هندسة التعدين الأستاذ الدكتور طاهر الحديدي. هذه بعض رموز أساتذتنا العظماء رحمهم الله جميعا، ورحم الله من رحل من دفعتها. تخرجنا عام 1965 وتم تكليفنا بالعمل على مستوى الجمهورية في أماكن مختلفة من مؤسسات وهيئات وشركات ومراكز أبحاث وفي الجامعة، ومنا من التحق بالأفرع المختلفة بالقوات المسلحة. ونحمد الله أن وفقنا لحمل راية العمل الهندسي بجد واجتهاد وأمانة والتزاما بأخلاق المهنة، حتى سلمنا الراية إلى زملائنا الشباب، وثقتنا كبيرة في أنهم أهلا لها، وإن شاء الله سوف تستمر المسيرة لرفعة هذا الوطن الحبيب. حفظ الله كليتنا الحبيبة، وحفظ الله جامعتنا العريقة، وحفظ الله مصر العظيمة دائما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.